السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير، يعود علينا الأيام يا رب العالمين بالخير والبركة، وما حد يشوف حاجة وحشة أبدا في حد غالي عليه. النهارده هنعمل مع بعض كده، طبعا ريحة البيوت كلها كده عجن وخبز والحاجات القمر دي. النهارده هنعمل مع بعض كده البسكويت بتاعنا بطريقة حلوة جدا ومميزة جدا، اتمنى انها تعجبكم. بس اهم حاجة وقبل اي حاجة، يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا كده ندخل على المكونات بسرعة. طبعا مكونات البسكوت كده معانا كده حاجات كتيرة قدامنا كده، بس هي مكوناتها مش حاجات كتيرة، بس عشان انا هعمل كمية كبيرة، هعمل 3 كيلو من البسكويت. هيبقى محتاجين معانا 3 كيلو من الدقيق. طبعا مش دقيق، لا هقول بقى دقيق كحك وبسكويت ولا الكلام ده. دقيق متعدد الاستخدام، بس اهم حاجة ان انا اكون نخلاه مرتين 3 على الاقل. ومعايا هنا كده 7 كوبايات من السكر منخولين، برضو لازم يكون سكر بودر ويكون منخول كويس جدا. ومعانا هنا 3 معالق من الفانيليا، ومعانا 18 بيضة، ومعانا كده دي كده زبدة 7 كوبايات من الزبدة، و3 كوبايات كده من السمن. طبعا الزبدة والسمن كده مع بعض بتدي طعم تحفة جدا في البسكويت بتاعنا. ومعانا كده هنا 3 معالق كده من البيكنج باودر، وما نكترش عن 3 معالق علشان خاطر البسكويت بتاعنا ما يفرش معانا. ومعانا كده معلقة من الكاكاو الأسباني، 3 معالق كده من الكاكاو الأسباني، طبعا كل كيلو دقيق عليه معلقة. ويلا بينا كده. طبعا السمنة معانا لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا انت ممكن تعمليها بسمنة بزبدة، طبعا اللي يريحك استعمليه. بس لو انت هتعمليه في المكنة، لو انت هتعمليه بالمكنة ممكن عادي تعمليه بالزيت، لكن لو هتعمليه في الكيس الحلواني لا، ما ينفعش فيه زيت خالص، لازم تعمليه بالسمنة او الزبدة. يلا بينا بسرعة كده ندخل على المكونات مع بعض. نسينا نقول هنا حاجة مهمة جدا. انا هنا شلت 3 معالق كده من الدقيق، وحطيت مكانهم 4 معالق كده من اللبن البودر، لان بجد اللبن البودر بيدي محسن، بيبقى محسن حلو جدا لاي مخبوزات. ومعانا كده كيس التانج البرتقال. يلا كده هننزل السمنه كده معانا كده في البوله بتاعتنا، ونبدا الضرب فيها بالمضرب بتاعنا. ودلوقتي يا حبايبي انا كده خلاص ضربت كده البيض معانا السمنه كويس كده معانا. هننزل كده بالسكر بقى واحده واحده كده. هننزل السكر كده واحدة واحدة كده مع البيض، ونضربهم واحدة واحدة ونرجع تاني. ودلوقتي يا حبايبي كده بعد ما كده القوام معانا بقى كريمي كده، هنبدأ بقى ننزل ببيضة بيضة. هنبدأ ننزل معانا بيضة بيضة، بس أهم حاجة إن احنا كل بيضة ننزل بيها ما نضربش التانية إلا لما نخلي ديت تختفي خالص كده. نقلبها كده مع الخليط بتاعنا، هنضربها كده بالمضرب ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي كده البضاية كده معانا اللي احنا كسرناها كده خلاص خلصت كده، قلبناها كويس في الخليط بتاعنا. هنبدأ ننزل بالبضاية التانية، بس اهم حاجة ان احنا البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنكمل ضربها ونرجع تاني مع بعض. وكده البيضة التانية معانا برضو اختفت. هنبدأ ننزل بالبيضة التالتة، وهنخلص كده الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا دي انا عشان انا عاملة كمية، عاملة 3 كيلو، فانتي طبعا لما هتبقي عاملة كمية اقل من كده هتخلصي على طول، نخلص كل الكمية ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه اتمنى ان كلكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر عشان نشوف شكل البسكويت بتاعنا هيكون عامل ازاي. ودلوقتي يا حبايبي كده احنا خلصنا الفانيليا كده، خلصنا البيض كله. هننزل كده عليها بقى بالفانيليا. طبعا طالما حطينا بيض يبقى هنحط فانيليا. طبعا احنا هنا عاملين آه هنحط كده ل 18 بيضه. هنحط كده 3 معالق من الفانيليا. هنضربهم ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي كده يا حبايبي هننزل بقى بالبيكنج باودر بتاعنا علشان خاطر آه
البسكويت ده المحسن المخبوزات بقى بتاعنا كده، هننزل بيه كده على البيض. بس اهم حاجه ان احنا ما نكترش لو هتعملي نفس الكميه دي، علشان خاطر ما يفرش معاكي في الصينيه. ودلوقتي يا حبايبي كده احنا عايزين البسكويت بتاعنا كده بطعم البرتقال كده. هنضيف كده التانج بتاعنا. كيس التانج دوت بجد بيعزز طعمه وبيخلي ريحته حلوه جدا. واللبن البودر بتاعنا هنضربهم كده تاني ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي كده طبعا احنا شفنا البولة على اخرها وبهدلت الدنيا. هننزل كده بقى بالخليط بتاعنا كده. طبعا الدقيق عليه رشة كده من الملح، نزلنا كده بالخليط بتاعنا القمر ده كده على الدقيق. وهنا يا حبايبي كده قسمنا نص العجينة بتاعتنا كده بعد ما لميناها، وهننزل عليها كده بالكاكاو الاسباني ده وهنقلبها كده. طبعا لازم يكون كاكاو غير محلى. الكاكاو الاسباني ده تقدري تجيبيه من عند اي عطار، بيدي لون حلو جدا معانا في العجين. هنقلبهم كده مع بعض ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. ودلوقتي يا حبايبي كده احنا جهزنا معانا العجينه كده، اللي بالشوكليت واللي بالتانية الساده، وهنسيبهم يرتاحوا كده شويه كده نص ساعه في التلاجة ونرجع نشكلهم. اتمنى الوصفه تعجبكم ويا رب تكون خفيفه عليكم. خليكم معانا للاخر عشان تشوفوا شكل البسكويت بتاعنا. اهم حاجه يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. وهنا كده يا حبايبي انا خلاص حطيت المكنه كده وبدور بقى بعد ما العجينه بتاعتنا ما استريحت كده. طبعا مش قادره اقول لكم، اول لما بدات اعمل بالمكنه انا كنت عاده بعمله بالقمع. اول لما قعدت اعمله بالمكنه كده بجد افتكرت ذكرياتنا بقى واحنا صغيرين، وانا واخواتي واحنا بنهزر مع بعضنا والمكنه طلعت قماش والكلام ده كله. فبجد الحاجات دي بتبقى حفره ذكريات حلوه قوي كده في ذهن ولادنا. بتمنى ان الكل يجرب كده ان هو يعمله في البيت احسن ما يشتريه من بره. بجد سهل جدا ان احنا نشتري الحاجه من بره، بس صعب جدا ان احنا نطلعها لاولادنا كده بالنظافه والحلاوه اللي احنا بنعمل بيها الحاجه. وبجد فلافلي خالص كده وخفيف وطعمه تحفه جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي كده اذا كنتوا بتعملوه بنفس الطريقه ولا لا، وذكرياتكم وانتوا بتعملوا الكحك والبسكويت كده في البيت مع اهاليكم. بجد حاجه تانية، وبجد بتفضل محفوره في دماغ ولادنا. بجد حاجه كده تحفه. بجد اول لما بدات اشتغل بالمكنه حسيت كده ان ذكرياتنا كلها بدات ترجع تاني، وانا واخواتي كده مع بعضنا. ربنا يحفظهم يا رب العالمين. هنعمل بقى كده كل الكميه كده. اهم حاجه ان احنا في المكنه طبعا عجينه المكنه هي عجينه القمع. تقدري تظبطيها برضو بالقمع بتاعك، مش شرط المكنه. بس المكنه الفرق بينها وبين القمع يعني ان هي بتسهل عن القمع بصراحه. فربنا يخليها لي مامتي، هي اللي قالت لي لا خديها، انا خلاص مش هعملها تاني. فبقت بجد بتسهل جدا. البسكويت ده مش هتقطعيه من البيت لو المكنه دي موجوده. وبرده القمع سهل برده ان انت تعملي بيه. هنخلص بقى كده كل الكميه، وطبعا تقدري تعملي المقاس اللي هنا كده يا حبايبي. احنا خلاص كده عملنا اللي هو بالشوكليت بقى كده، وهنحطه كده في الفرن دلوقتي. بجد حاجه كده. انا كده يا حبايبي خلاص كده خلصنا البسكويت كده بالمكنه اللي هو بالشوكليت. هندخله الفرن بقى دلوقتي وهنطلعه من الفرن. بجد حاجه كده تحفه جدا. طبعا حاجه هتفضل في ذكريات ولادنا طول ما هم شغالين لنا بالمكنه، زي ما بالظبط شريط ذكريات اشتغل في دماغ الواحد اول لما طلع المكنه وبدا يعملها وافتكر ايامه وهو صغير. بجد خلي حاجات محفوره في دماغ ولادك من الذكريات دي. بجد تحفه جدا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يا رب يا رب ما تنسوني بكومنت ظريف كده زيكم، علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر عشان نشوف كحك العيد والبسكويت. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، وكل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير يا رب العالمين.
هندخله دلوقتي الفرن ونشوف التسويه بتاعته بعد كده هتكون ازاي. طبعا الفرن لازم يكون سخن قبل ما ندخل اي مخبوزات في الفرن. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده عملنا البسكويت القمر ده كده بطريقه تحفه جدا وخفيفه وسهله. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. طبعا السوا بتاعه لازم بنخلي بالنا منه وهو في الفرن، لان هو ما بياخدش خالص سوا. بصوا كده دايب خالص كده معايا. بتمنى بقى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكل جنان. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسوش تعملوا لي كومنت كده ظريف علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم بجد. البسكويت طعمه وريحته تحفه جدا. يلا بقى تشجعوا كده كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي مع البسكويت القمر ده، هتبقى احلى اكله بجد. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي اقدر اشوفكم باذن الله في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.